السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشوار لاعب على قناة الكرة مع محترم. النهاردة هنتكلم عن حسام عاشور، من أحد قادات النادي الأهلي عبر تاريخه. يعتبر حسام عاشور من أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات في تاريخ النادي الأهلي. حسام عاشور من أبرز اللاعبين تحطيما للأرقام القياسية داخل النادي الأهلي. كان يلقب حسام عاشور بالقائد الصامت. حسام عاشور كان له دور تكتيكي في وسط الملعب لقطع الهجمات على النادي الأهلي. يعتبر حسام عاشور من أفضل لاعبي خط الوسط اللي جت في تاريخ النادي الأهلي. يلا بينا نسمع حكاية حسام عاشور. ولد حسام عاشور في 9 مارس 1986 في القاهرة. بدأ مسيرته الكروية في قطاع ناشئي النادي الأهلي، حيث أظهر موهبة كبيرة في مركز خط الوسط الدفاعي. تم تصعيده للفريق الأول وهو عمر 17 سنة على يد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه عام 2003 ليصبح أصغر لاعب في وسط ملعب الأهلي خلال هذه الفترة. كانت أولى مشاركاته الرسمية مع الفريق الأول في كأس السوبر المصري 2003 أمام الزمالك، حيث قدم أداء جيدا رغم صغر سنه. قضى 17 عاما بقميص الأهلي وكان أحد ركائزه الأساسية خلال فترات التوهج المحلي والقاري. بداية الهيمنة والسيطرة كانت من 2003 ل 2010، حيث أصبح لاعبا أساسيا في تشكيلة الأهلي منذ تصعيده، خاصة بعد رحيل كل من هادي خشبة وإبراهيم سعيد. ساهم في فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا عام 2005 بعد أداء قوي في وسط الملعب، حيث كان أحد العناصر التي صنعت حقبة ذهبية تحت قيادة جوزيه. في 2006 وصل التألق مع الأهلي وحقق دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية، وكان جزءا أساسيا من الفريق الذي فاز على الصفاقسي بهدف محمد أبو تريكة الشهير. قدم مستويات ثابتة وساعد الأهلي في الفوز بالعديد من البطولات المحلية مثل الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي. لعب دورا مهما في كأس العالم للأندية عام 2006، حيث واجه أندية عالمية مثل انترناسيونال البرازيلي وبرشلونة الأسباني. تألق حسام عاشور من 2010 ل 2017، حيث أصبح قائد خط الوسط بلا منازع بعد اعتزال جديد من العمالقة مثل محمد بركات وأبو تريكة ووائل جمعة. توج مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2012 بعد الفوز على الترجي في النهائي، وهو اللقب الذي أعاد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية من جديد. في 2013 كان جزءا من الجيل الذي فاز بالبطولة الأفريقية مجددا بعد التغلب على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ليضيف إنجازا جديدا لسجله. كان لاعبا أساسيا في جميع مباريات الأهلي تقريبا، حيث لم يكن هناك بديل قادر على تعويضه لفترات طويلة. مع تقدم عمره بدأت مشاركته تقل تدريجيا من 2018 ل 2020، خاصة مع وصول حمدي فتحي وأليو ديانج الذين كانوا أصغر سنا وأكثر نشاطا. في 2020 أبلغته إدارة النادي الأهلي بعدم تجديد عقده، وهو ما تسبب في أزمة بينه وبين الإدارة، حيث كان يطمح في الاستمرار مع الفريق أو الاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء. بعد رحيله عن النادي الأهلي لم يوقع لأي فريق آخر، وأعلن اعتزاله كرة القدم رسميا بعد تاريخ حافل بالبطولات. المسيرة الدولية بالنسبة لحسام عاشور رغم تألقه مع الأهلي لم يكن لاعبا أساسيا في منتخب مصر بسبب وجود أسماء كبيرة مثل حسني عبد ربه ومحمد شوقي وأحمد حسن. شارك في بعض المباريات الودية والرسمية، لكنه لم يكن من العناصر الأساسية في بطولات مثل كأس الأمم الأفريقية. خاض بعض المباريات المهمة مع المنتخب، لكنه لم يكن خيارا أول للمدربين المتعاقبين على منتخب مصر. لم يشارك في كأس العالم 2018 رغم خبراته الكبيرة. أنجزه أرقامه وإنجازاته حدث ولا حرج: 13 لقب دوري، 6 بطولة دوري أبطال أفريقيا، 6 بطولة سوبر أفريقيا، 10 بطولة السوبر المحلي، 5 بطولة كأس مصر. كان جزءا من العديد من الألقاب المحلية، 3 مشاركات كأس العالم للأندية، 500 مباراة رسمية. حسام عاشور كان عنده ثبات في المستوى، عنده هدوء وانضباط، قائد رغم صمته، اكثر لاعب تحقيقا لبطولات في تاريخ الاهلي. اداء دفاعي استثنائي كان بمثابه حائط صد في وسط الملعب، وساهم في حمايه دفاعات الاهلي لسنوات طويله.
مباريات لا تنسى، شارك في العديد من النهائيات الكبرى وكان عنصرا لا غنى عنه في تشكيلة النادي الأهلي. سيظل حسام عاشور أسطورة لن ولم تتكرر كثيرا في خط وسط دفاع النادي الأهلي. أرقامه وإنجازاته وبطولاته تتحدث عنه. رغم نهاية حسام عاشور الغير متوقعة مع النادي الأهلي، إلا أنه سيظل أحد أعظم لعيبة خط الوسط في تاريخ النادي الأهلي. على مدار 17 سنة كان حسام عاشور مسمار نص الملعب في النادي الأهلي. ستظل جماهير النادي الأهلي تذكر حسام عاشور بأنه من أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأحمر. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تقول لي هل حسام عاشور اتظلم من قبل إدارة نادي الأهلي؟ عايز اسمع رأيك في الكومنتات. رمضان كريم.